السلام عليكم احلى ناس واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ولسه بقى مستمرين مع بعض في افكار حلوه لنظام الطيبات. هنعمل افكار حلوه جدا في الفيديو ده لنظام الطيبات، افكار للغدا هتعجبكم قوي قوي. وكمان في شويه مشتريات كده جايبينها برضو عشان خاطر نعرف افكار ايه الحاجات اللي احنا نشتريها اللي تمشي معانا وايه اللي لأ. وهقول لكم على فكرة حلوة جدا برضو نعصج بيها اللحمة المفرومة، تمام، عشان كلنا متعودين ان احنا بنعصجها بطريقة معينة، لكن في نظام الطيبات هقولك على طريقة حلوة جدا تعصجي بيها اللحمة المفرومة. هنعمل فكرة غدا تحفة وافكار حلوة كتير كتير في الفيديو ده للعشاء وللغداء وللفطار. تابع الفيديو للنهاية يا قمر، لان بجد هيفوتك كتير لو ما تابعتيش الفيديو للنهاية، لان الفيديو مليان افكار كتير حلوة جدا هتعجبك. يلا بينا، لايك من ايديك الحلوة ويلا نبتدي وصفة النهاردة على طول. واول فكرة من نظام الطيبات وهي الطعمية، مسموح بيها مرة واحدة في الأسبوع، يعني ممكن تفطري لو نفسك هفاتك مرة واحدة في الأسبوع طعمية، تمام، واعمليها لنفسك كده. يعني أنا فطرت السبت يبقى السبت اللي بعده طعمية، تمام، وممكن تستغني عنها خالص. تعالوا بقى نعمل مع بعض فكرة غدا تحفة هتعجبنا قوي. هنجيب ربع كيلو من اللحمة المفرومة وهنضيف شوية كده من الزيت، وهنبتدي ان احنا نعصج اللحمة بتاعتنا، نقلبها يمين وشمال كده لغاية ما تفك كده من بعضها، وعليها قرن فلفل اخضر متقطع قطع صغيرة. وممكن تستغني عن الفلفل وتضيفي وتعمليها من غير حاجة خالص، يا دوبك تشوحيها بشوية ملح وفلفل اسود بسيط، تمام كده. في الوقت ده هنحضر صينية مدهونة بالزيت، تمام، الجوانب والأرضية وكل مكان كده في قلب الصينية ما شاء الله. ونكون محضرين على جنب بطاطس مسلوقة عشان هنعمل مع بعض فكرة حلوة جدا للغدا هتعجبكم قوي. لما نزلت فكرة غدا قبل كده فمتابعيني وحبايبي قالوا لي بقى نزلي لنا أفكار حلوة كتير كده وكذا أكلة في فيديو واحد، عشان ناخد أفكار بدل ما تبقى أكلة واحدة في فيديو واحد، لأ نزل لنا كذا أكلة بحيث لو المكونات مش موجودة عندنا نختار الأكلة اللي بعديها. تمام كده. معايا كيلو من البطاطس المسلوقة وقشرتها وضفتها في الصينية طبعا المدهونة بالزيت، وبعد كده هضيف عليهم شوية ملح وفلفل اسود وبهارات بسيطة جدا، وممكن تستغني عن البهارات. وهضيف شوية مية كده، نص كوباية من المية عشان اهرس البطاطس وتبقى بيوريه معايا، تمام كده. انا هنا ضفت نص كوباية مية بنص كوباية مية لغاية ما اتهرست معايا، يعني اخدت مني كوباية من المية. وهرست البطاطس كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده قسمتها الى قسمين، تمام كده. خدت نص الكمية ضفتها في طبق، ونص الكمية التاني زي ما هي كده في الصينية هفردها تاخد شكل الصينية، تمام. هحاول افردها كده اعمل طبقة عشان نضيف الحشو بتاع اللحمة المفرومة في النص، تمام كده. شايفين ما شاء الله هي هتتفرد معاكي بكل سهولة. طيب لو لقيتيها مش بتتفرد معاكي ممكن تجيبي الاسباتيولا تبليها مية بسيط وتفردي طبقة البطاطس، هتتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد كده هضيف اللحمة المفرومة في النص اللي هي ايه بعد ما عصقتها كده على النار يعتبر بشوية ملح وتوابل فقط لا غير وقرن فلفل اخضر. ما ضفتش بقى ولا بصل ولا الكلام ده كله، لان طبعا البصل من الحاجات الممنوعة. هنبتدي ان احنا نفرد طبقة اللحمة المفرومة كده في النص، تمام. بعد كده هنضيف البطاطس، باقي كمية البطاطس اللي احنا ركناها على جنب نغطي بيها اللحمة المفرومة. وزي ما قلتلك لو لقيتي البطاطس مش بتتفرد معاكي ممكن تبلي الاسباتيولا بتاعتك كده بالمية وبعدين تفردي البطاطس، هتتفرد معاكي بكل سهولة. او تحاولي تفرديها زي ما انا بفردها كده عادي من غير ما اضيف مية على الاسباتيولا ولا حاجة، تمام كده. هتتفرد معانا بكل سهولة يعني، وهتاخد شكل الصينية ما شاء الله. شايفين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده ما شاء الله. البطاطس هتتفرد برضو معايا بكل سهولة. عملت طبقة حلوة جدا. تقدري بقى على الوش من الحاجات المسموح بيها انك ممكن تضيفي جبنة موتزاريلا عادي، ممكن تسيبها زي ما هي كده، ممكن تضيفي برضو قطع زيتون برضو حلوة جدا، الزيتون اللي هو المخلي بدون بذر. هتدهنيها دهنة بسيطة كده من الزيت على الوش عشان تدينا لمعة حلوة لما ندخلها الفرن،
تمام. انا هنا بقى قلت اخرط لها كده حاجه تديها يعني منظر بس مش اكتر. اضيف لها قرنين كده من الفلفل الاخضر، هخرطه دواير صغيره يدي شكل. انت ممكن ما تضيفوهوش عادي. تمام بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم الفلفل مديها شكل جمالي حلو جدا جدا جميل. ولو مش حابه تاكليه ممكن تستغني عنه بعد ما الصينيه تستوي عادي، تبقي خدتي الريحه بتاعته او النكهه بتاعته عادي، وتدهنيه دهنة زيت بسيطة كده، ويا دوب ندخلها الفرن تحمر بس من الشواية. يعني هتشغلي الشواية فقط لا غير، تحمر من الوش وخلاص كده، لأن البطاطس مستوية واللحمة معانا متعصجة وكل حاجة تمام التمام. طيب نقدر ناكلها جنب ايه؟ تقدري تاكليها جنب عيش توست، تبقى جميلة جدا. تاكليها لوحدها كده تحفة. تقدري تعملها جنبها شوية رز، برضو الرز هيبقى جميل جدا مع شوية زيتون مخلل جميل، مع ليمون بالعصفر. الليمون المخلل بالعصفر من الحاجات المسموح بها برضو. تمام كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض احلى صينيه بطاطس تحفه. شايفين؟ عايزه اقول لكم عايزه تتاكل لوحدها كده اكل من غير اي اضافات جنبها. عايزه اقول لكم طعمها روعه روعه جميله جدا والله ما شاء الله. عجبت الولاد جدا، وطعم اللحمه كده حاساه مختلف، يعني غير اللي انت بتضيفي عليها بصل، حاجه كده بتريح معدتك، حاجه حلوه جميله، لان البصل بيعمل غازات وانتفاخات. لكن بجد طالعه معايا تحفه. تاكليها وتلاقي معدتك مرتاحه، يعني من الاكلات الحلوه جنب شويه رز حبه وحبه انا عاملاهم اهو ما شاء الله جميل جدا جدا. بصوا بقى الجمال والحلاوه تحفه، بالرغم ان انا ما جبتش جنبها مخلل ولا اي حاجه. هو شويه رز كده مع البطاطس كانت طالعه معايا في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض فكره غدا تانية برضو تبقى معانا جميله جدا ومن الحاجات المسموح بيها، وهي الكبده. تقدري ان انت تشوحي الكبده يا دوب بشويه ملح وفلفل اسود بسيط. تمام، بس عشان الفلفل الاسود يشيل الزفاره بتاعه الكبده. تمام. ده يوم غدا تاني برضه هيبقى حلو جدا مع العيش اللي هو الاسمر، بيبقى جميل جدا برضه، او العيش الحبه الكامله. تمام. وممكن لو مش حابه تاكليها بقى بعيش، تعملي جنبها برضه شويه رز كده، رز حبه وحبه او رز ابيض، هتبقى جميله جدا. جربوها هتعجبكم قوي. وتعالوا نشوف برضو يوم غدا تاني من ايام نظام الطيبات. نقدر ان احنا نعمل شوية رز بدون اي اضافات، ولا تضيفي عليه بصل ولا اي حاجة. هتشوحي شوية رز ابيض كده بشوية زيت، وجنب منه السمك. تمام، سهل جدا. وممكن يوم فطار لو زهقتي بقى من الفطار اللي هو العادي بتاعنا، ونفسك راحت للطعمية، مرة واحدة في الأسبوع افطري طعمية. مسموح بمرة واحدة، لأن الطعمية من الخضروات، وأنا سمعت فيديو ليه من الحاجات المسموح بيها إنك تاكل طعمية واحدة مرة في الأسبوع عشان نفسك هفتك عليها بس. تمام. برضو الطعمية دي أنا عاملاها في البيت جميلة جدا. لو حابين أنزل لكم الطريقة بتاعتها بالتفصيل أنزل لكم بالطريقة بتاعتها. تعالوا بقى نشوف فيديو مشتريات طيبات، حاجات مسموح بيها. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه في المشتريات نقول بسم الله بسم الله. دي مربى تين. تمام. دي كده حجمها عامل 350 جرام، يعني زياده عن ربع كيلو. دي عامله معايا 20 جنيه. تمام. تمام. معانا صلصة الطماطم. انا اللي فهمته ان اللي مصرح بيه صلصة الطماطم الجاهزة، لكن مش انتي اللي تستخدمي طماطم، يعني يفضل تجيبي علب الطماطم الجاهزة. تمام. تقريبا كيس الصلصة من ده عامل جنيه وربع، يعني الاتنين دول ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه حاجة زي كده. تمام. تمام. معانا برضو الشوكولاتة اللي هي المفروض النوتيلا طبعا، بس طبعا النوتيلا مقاطعة، وفي نفس الوقت برضو انا مش يعني النوتيلا غالية جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فدي شوكولاتة عادي يعتبر نوتيلا او تقليد النوتيلا. تمام، مش هتفرق، هي شوكولاتة والسلام. فالشوكولاتة دي عاملة 30 جنيه. حجمها قد ايه؟ بصوا حجمها ما شاء الله كام، 250 مللي ولا كام مش شايفة، تقريبا ربع كيلو يعني، او 300 جرام. وده الانتهاء 2027. ما علينا، المهم يعني انا مش عارفة الحجم بصراحة.
تمام. دي كده عامله 30 وده كده 20، والكيسين دول تقريبا 3 جنيه. تمام، كيسين صلصه. ومعانا هنا حلاوه، طبعا الحلاوه مسموح بيها اللي هي بتكون غامقه. وسبحان الله الحلاوه مكتوب عليها ارض الطيبات، يعني زي ما اكون عارفه ماشيه على النظام. تمام. فده كده 200 جرام عاملين 20 جنيه. تمام كده، يعني اسمها الطيبات واحنا ماشيين على نظام الطيبات بامر الله. تمام. تعالوا نشوف ايه تاني. يعني دي كده عامله 20، ودي نوع تاني برضو من الحلاوه لو انت مش حابه تجيبيها على بعضها. يعني دي كده عامله 200 جرام ب 20 جنيه. دي كده القطعه عامله 40 جرام، التلاته مع بعض ب 10 اهو. انا جايبه 3، فانت تجيبي دي او دي، بس هو قال يفضل الحلاوه تكون اللي هي الغامقه. تمام. تمام. وقهوه بقى عشان نعملها يعني بعد ما نفطر تعملي كوبايه قهوه براحتك. دي اكياس قهوه كده، الكيس عامل 5 جنيه. ده بن فاتح ساده، ممكن تجيبيه محوج براحتك. انا صراحه ده اللي لقيته موجود. ساعات كنت بلاقي اللي هو المحوج ويكون فاتح برضه، عشان مش بحب البن الغامق ولا بحب الوسط، بحب الفاتح. سواء ساده او محوج عادي مش هتفرق، بس اهم حاجه يكون بن فاتح. وطبعا دي حاجه تريحك انت برضه، انا بستخدم البن الفاتح. تمام. ما شاء الله جبت 10 اكياس، الكيس ب5. تعالوا نشوف مظبوطين ولا لا. ادي كده 10 20 30 40 50. يعني دول كده ب50 جنيه. 50 ادي 30 يبقى 80. 80 ودي كده 20 يبقى كده 100، ودي 30 كده 130 جنيه. كده ده فطار حلو جدا جدا كل يوم الصبح لو هتفطري بعيش توست مثلا مع قطعه من الحلاوه. تمام. او نوتيلا او مربى، حاجه منهم التلاته، لكن مش التلاته سكريات نفطر بيهم. لا يا قمر، يوم افطري مربى. تمام. سواء بقى بالعيش بتاع الحبه الكامله او بالتوست. تمام. بس عايزه اقول لكم انا مش موجود عندنا دي الحبه الكامله، ده انا قلبت عليه الدنيا مش لاقياه. فانت ممكن تعملي بديل العيش. كنت عامله لكم فيديو حلو قوي برضو عاملين العيش بالرز اللي هو المستوي. تسوي الرز وعملت له وصفه حلوه كده، وعملنا منه عيش كان جميل قوي قوي. وفي برضو فكره عيش حلوه جدا هنبقى نعملها برضو مع بعض جميله قوي برضو، اللي هو نشا. بتضيفي الرز مستوي مع بطاطس مسلوقه، وبتخلطي المكونات مع بعض بشويه ميه وسنه ملح صغيره، وبتعملي عيش حلو برضو في البيت. تمام. انا بصراحه قلبت الدنيا هنا في بلدنا على دقيق القمح، مش لاقياه ولا عند العطارين ولا عند اي حد. هبقى اسال بقى الناس اللي هم في بلدنا اللي هم الفلاحين اللي هم عندهم ارض وكده، بيبقى عندهم القمح نفسه، بس بيطحنوه ولا لا لسه مش عارفه بصراحه. ما شاء الله انت يوم هتفطري مثلا شوكولاته مع عيش. تمام. يوم هتفطري شوكولاته مع عيش بس كده، وتحبسي بكوبايه القهوه بتاعتك. يوم تاني هتفطري المربى برضو مع توست او مع العيش الحبه الكامله. تمام. وبرضو تعملي كوبايه قهوه كوبايه شاي زي ما انت عايزه. يوم تاني نفطر حلاوه كده، لكن مش التلاته سكريات مع بعض نجيب لنفسنا السكر، لا. هي حاجه واحده بس تفطري بيها، يا حلاوه يا مربى يا اما شوكولاته. تمام. وفي برضو الجبنه اللي هي المطبوخه، لو مش حابه سكريات الجبنه المطبوخه اللي هي الجاهزه حلوه برضو جدا. وفي برضو ممكن نفطر بطاطس اهي. ما شاء الله البطاطس دي جميله جدا، جايباها النهارده والله مش هتصدقوا. الكيلو عامل 5 جنيه. بصوا جايبه ال4 كيلو دول ب20 جنيه. هتسلقيها وتحمريها براحتك. هتحمريها كده برضو جميله، يعني تمشي معاكي فطار. انا عامله لكم منها وصفه جميله او وصفه غدا تحفه باللحمه المفرومه، وعصجتها بدون بصل جميله. والبطاطس كانت مسلوقه معانا، وعملت شويه رز وجنبها البطاطس. كانت وجبه غدا في منتهى الجمال، وعايزه اقول لكم اقتصاديه جدا وسهله وحاجه كده وهم ما شاء الله عليها بجد تحفه. يعني معاكي افكار كتير قوي. ادي فكره للفطار وادي فكره للغدا تحفه. وممكن كمان بعد ما تسلقي اللحمه تعصجيها. تمام كده. يعني عندكم افكار حلوه جدا للغدا
تحفة برضه. أنا منزلة لكم كام وصفة منيو كده فيه كذا أكلة وأفكار حلوة للغدا بتاعنا وللفطار. يعني يا رب بقى الفيديو يكون بتاع النهارده خفيف ولطيف. والمشتريات عايزة أقول لكم يعني سهلة كده وعلى قد الإيد، بس هو بجد فعلا اللي أنا مش لاقياه دي القمح أو دي الحبة الكاملة، ولا أنا لاقياه معلب ولا لاقياه سايب حتى عند العطارين. اللي موجود عندهم تقريبا دقيق ذرة، فينفع نعمل بالدقيق الذرة أو لأ أنا مش عارفة بصراحة. ينفع نعمل العيش بالدقيق الذرة دي انا مش عارفاها. فبصوا بقى ما شاء الله عليه بقى وعلى جماله. دي كده يعني القهوة ب5 جنيه دي تنفع تعملي منها فنجان. انا بعمل ايه؟ انا بروح قص الاكياس كلها كده مرة واحدة وضايفاهم في علبة البن بتاعتي وبلقم زي ما انا عايزة بدل ما افتح الكيس. اهو بصوا خلصانة. انا بحب كمان اشرب القهوة بدون سكر خالص يعني. تمام. دي علبة البن كده او البرطمان بتاع البن بتاعنا بضيف فيه البن بعد ما البن يخلص بجيب بن واضيفه فيه. تمام. انا بحب اشربها بدون سكر خالص. ما دام فطرت حاجة فيها سكر خلاص يعني مش شرط ان انا اشرب الشاي فيه سكر او القهوة فيها سكر، ممكن تبقى سادة خالص خالص الافضل يعني لينا. تمام. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم. مشتريات سهله وخفيفه ولطيفه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. السلام عليكم.